بعد انتهاء دور المجموعات لو اخترنا نسخة من أسوأ النسخ للمنتخبات العربية في أفريقيا، فتقريبا دي من أوائل النسخ دي. منتخباتنا العربية خرج تونس، خرجت الجزائر، منتخب مصر صعد بالحب، موريتانيا صعدت، المغرب صعدت، ويمكن دول المنتخبين اللي صعدوا عن جداره واستحقاق. هنتكلم في كل ده، اعمل لايك وشير سبسكرايب ويلا بينا نبدا. عندنا حاجات كتير قوي في الفيديو ده. يعني خلينا الاول نبتدي بتونس. تونس لو عايز دليل على مشاركه ضعيفه جدا اللي شاركوا فيها في البطوله دي، اتفرج على نتائج تونس طول البطوله. 3 مباريات في المجموعات، قصاد ناميبيا خساره، وقصاد مالي بالتعادل، وقصاد جنوب افريقيا بالتعادل. جيل من اضعف الاجيال اللي شفتها لتونس في حياتي بصراحه. مدرب سيء جدا، لعيبه الى حد كبير سيئه، ويعني نهايه حقبه، لعيبه عندها 30 سنه و33 سنه و32 سنه. فبصراحه انا شايف ان هي نهايه حقبه بالنسبه لتونس، ولكن حتى لو نهايه حقبه الموضوع ما يبقاش بالشكل البشع ده بصراحه. تونس قدمت نسخه من اسوأ النسخ ليها، لازم يعني يغيروا المدرب، يبداوا يغيروا بقى في نوعيه وجوده اللعيبه اللي موجوده، ويبداوا يضموا عناصر جديده للمنتخب ويشتغلوا على مشروع جديد، لان كمان الانديه التونسيه بدات تضعف جدا جدا على مستوى افريقيا. المنتخب الثاني هو منتخب الجزائر، برضو نسخه غريبه جدا من الجزائر. اولا الجزائر انا اتكلمت كتير عن جمال بالماضي، وقلت ان هو مدرب يعني خلاص، اعتقد ان هو فقد شرعيته بنسبه كبيره كمدير فني. مشاكل كتير جدا مع اللعيبه، اخيرا طبعا شفنا مشكله سعيد بالرحمه قبل البطوله وما انضمش، ومشاكل تانية داخل البطوله. شفنا كمان مشاكله والكلاشز اللي بيعملها مع الصحفيين، فدي بصراحه من الحاجات اللي بتخلي المدرب يعني خلاص تحس ان رصيده بدا ينفد، حتى من قبل البطوله دي، من البطوله اللي فاتت كمان جت الالم بتاع كاس العالم قصاد الكاميرون، وجت البطوله دي، فاعتقد انه خلاص، او اعتقد يعني وانا بصور الحلقه ان هو خلاص مشي. وده كان لازم يحصل بصراحه قبل البطوله، لان كان كل المعطيات بتقول ان الجزائر مش هتروح تعمل نسخه كبيره في البطوله دي مع جمال بالماضي. ولكن حتى ولو جمال بالماضي وحش، فجزء كبير جدا من اللعيبه تحس ان هو عندهم انهزاميه كده، واللي احنا رايحين نخرج مجموعات او رايحين نخسر بطوله مش هنكسب. يمكن تقريبا اللعيب الوحيد اللي شفت عنده روح البطوله وعايز يكسب وكده هو بغداد بونجاح، وهو حتى مسجل 3 اهداف ومن هدافين البطوله. فبصراحه منتخب ضعيف الى حد كبير في البطوله دي، وما قدمش النسخه اللي متعودين نشوفها من الجزائر. بصراحه خذلنا جدا جدا منتخب الجزائر على مستوى البطوله دي. المنتخب المفاجئ بالنسبه لي، ويعني ما اتفاجئتش قوي لان البطوله اللي فاتت برده كان مقدم مستوى كويس، هو منتخب موريتانيا. موريتانيا بصراحه من المنتخبات الكويسه جدا جدا على مستوى البطوله، ومفاجات البطوله الكبيره. صعد لدور ال 16 بعد طبعا ما كسب منتخب الجزائر 1-0 في المجموعات، وهو كان خسر اصلا من بوركينا فاسو بالعافيه في الدقيقه 92، وكان خسر كمان من انجولا 3-2 بالعافيه برده. منتخب موريتانيا من المنتخبات المحترمه جدا على مستوى افريقيا، اللي عنده سكواد محترم جدا، حارس مرمى كويس وخط هجوم وخط دفاع وخط نص كويس جدا مع مدرب محترم، من المنتخبات الواعده جدا على مستوى افريقيا في الفترات اللي جايه. وهو صعد للدور ال 16، هيلاعب طبعا منتخب كاب فيردي. اكتب لنا توقعاتك لمنتخب موريتانيا في الكومنتس، ويلا بينا بقى نشوف المنتخبات اللي بعد كده عشان الكلام اللي جاي كتير. المنتخب اللي بعد كده هو منتخب المغرب. منتخب المغرب من المنتخبات بصراحه اللي اقدر اقول وبكل سهوله ان هو هياخد البطوله، او هو مرشح من 2-3 مرشحين للبطوله، وهو من 2-3 لعبوا كويس جدا على مستوى دور المجموعات كمنتخب، مع بالنسبه لي السنغال وكاب فيردي. دول بالنسبه لي من اهم 3 منتخبات في البطوله حتى الان، ويمكن بالنسبه لي بصفه اكبر شويه منتخب المغرب، لان هو ادى ولعب كويس جدا جدا على مستوى يعني اللعب، وعلى مستوى النتائج قدم نتائج كويسه جدا في مجموعه ما كانتش سهله قصاد زامبيا وقصاد الكونغو وتنزانيا. فبصراحه منتخب كويس جدا، العناصر كويسه جدا. وليد ركراكي توقف 4 ماتشات منهم ماتشين مع ايقاف التنفيذ، نفذ منهم المباراه بتاعه دور ال 16 اللي هتكون قصاد جنوب افريقيا، وهي مباراه صعبه بالمناسبه هيكون موقوف فيها. لسه مش عارفين موقف حكيم زياش من الاصابه، ولكن اظن انها اصابه مش كبيره يعني. ولكن عموما منتخب المغرب هو اقرب المرشحين للفوز بالبطوله من وجهه نظري، واكتبوا لي برده رايك في الكومنتس. المنتخب الاخير معانا بقى منتخب مصر. يعني لازم نتكلم عن مصر شويه. اولا قبل ما اتكلم عن مصر، انا عايز اتكلم على مشكله محمد صلاح عشان ننهي الجدل في موضوع محمد صلاح ده. محمد صلاح بالنسبه لي هو اسطوره مصر، اسطوره مصر داخل الملعب على مستوى المنتخب وعلى مستوى الاحتراف. هو افضل محترف مصري، وهو اكتر لاعب مساهم في اهداف للمنتخب، وهو اسطوره المنتخب داخل الملعب. ولكن خارج الملعب مواقفه يا جماعه الانسانيه سيئه جدا جدا جدا، وحصل ما بينه وما بين الناس جاب كبير جدا جدا قبل 7 اكتوبر، وموقفه في 7 اكتوبر، وبعد 7 اكتوبر مواقفه الانسانيه بقت بشعه بصراحه. يعني انا بتكلم بصراحه، اللي متقبل كلام متقبله ومش متقبله براحته، هي كلها وجهات نظر، وانا مش بحكر على وجهه نظر حد، ولكن في المجمل مواقفه الانسانيه بقت سيئه جدا جدا بصراحه، وكرهت ناس كتير جدا او شريحه كبيره جدا من الناس فيه. ده رايي، ده راي ناس كتير معرفش، ده رايي انا الشخصي، وانا حر بقى في رايي، انا اقول اللي انا عايزه. ولكن في المجمل انا بصراحه
بحترمه جدا جدا داخل الملعب، ولكن خارج الملعب خلاص يعني ما بقتش، يعني خلاص ما بقتش بصراحه اشوف ان هو الانسان اللي الناس لازم تاخده ريفرنس في الحياه عموما. الناس تاخده ريفرنس جوه الملعب في الكوره، ولكن بره الكوره لا طبعا. نيجي بقى لمنتخب مصر، انا شايف ان يعني مش فاهم ايه اللعنه اللي اصابتنا دي، وحتى من البطوله اللي فاتت، البطوله اللي فاتت اتصاب مننا الشناوي واتصاب مننا عمر كمال، ويعني كان كتير قوي. البطوله دي لحد دلوقتي اتصاب مننا الشناوي، اتصاب مننا محمد صلاح وامام عاشور، واساسا احنا رايحين البطوله فتوح مش جاهز، واحمد الشناوي مصاب، وعلي جبر مصاب، واحمد سامي كمان مش جاهز. فيعني بصراحه حاجه غريبه جدا، ويعني مش عارف بصراحه المنتخب وضعه ايه حاليا. المنتخب لعب 3 ماتشات، قصاد كاب فيردي، قصاد موزمبيق، قصاد غانا. شكلنا الحلو كله في البطوله بان في الشوط الثاني قصاد غانا، وبان في الشوط الاول قصاد كاب فيردي، والشوط اللي خلص اصلا بجول لكاب فيردي. ولكن احنا كان شكلنا حلو جدا في الشوط ده بصراحه. عندنا مجموعه لعيبه كويسه جدا، بعيدا عن محمد صلاح، بعيدا عن امام عاشور. ولكن امام عاشور المشكله ان محدش هيقدر يعوض مركز رقم 8 ده، لان محدش بيجيده غيره في المنتخب حاليا. ولكن على مستوى الهجوم عندنا هجوم كويس جدا، زيزو، مرموش، مصطفى محمد، وحتى تريزيجيه طبعا. ونقدر ان شاء الله اننا نعدي قصاد الكونغو. ولكن اكتبوا لي بقى في الكومنتس، هل لو عدينا قصاد الكونغو هنعدي بعد كده؟ وهل لو عدينا بعد كده هنقدر ان احنا نوصل للفاينل؟ اكتبوا لي رايكم كمان في موضوع محمد صلاح، ومين المنتخب العربي الاقوى والاقرب للفوز بكاس الامم. واعملوا لك شير، سبسكرايب. اشوفكم الجايه، سلام.